السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. كما كتشوفوا بنشارك معكم واحد جوج وصفات مسبه، وحده ديال الفطريات اللي في الشعر واللي فيها الحبوب رقيق، وحده كطيح الزغبه وكترطب الزغبه. بسم الله وتوكلوا على بركه الله. مسبه الوصفه ديال اللي فيها حبيبات الصغار واللي فيها الفطريات شعرها. غنشدو من الريوت، ها هي، وعندي كاس الماء سخون يكون طيب. بالنسبه للمريوت، الا راه كاينه في الطريق، الا لقيتوها في الطريق خذوها، ما لقيتوهاش تروحوا تمشيو عند العطار وغتاخذوا قبطه ديال المريوت وكاس ديال الماء طيب. بالنسبه للوصفه الثانيه، فيها كاس زيت العود وفيها القشور ديال البنان. بالنسبه للقشور ديال البنان غنقطعهم وغندير الزيت يسخن، وعاد غندير معكم ان شاء الله الوصفه ديال المريوت. بسم الله. غنحيد هاد الزيت، نطرف هادشي كامل. غنجيب القاميله اللي غنشعل على زيت العود، ها هو كاس ديال زيت العود، غنديرو سخون بما نسالي تقطع ان شاء الله. انا خليت زيت العود يسخن باش يتحيد منه ديك الملوحه وتحيد منه كلشي، وغنشدو. بالنسبه عندي جوج بنانات انا هما اللي كاينين، نشدهم ونقطعوهم طرونش بحال هكا. كما قطعتوه ماشي مشكل، حنا بغينا الزيت مني يسخن نديرو فيه هاد البنان. القشره ديال البنان حنا كنتنفعوا بالبنان، ولكن ما بقى حتى حاجه كتلح، كلشي ولا كيتستعمل. شحال هادي كنا نلوحو ما كناش عارفين صراحه، ولكن الانسان تيطور وكيبحث ويقلب ويعرف اي حاجه راش كتصلاح، واي حاجه كنستعملوها الا وراه هي فيها المنفعه. بالنسبه للبنان انا غنديرو يسخن مع زيت العود ونخليه بما نرجعوا الوصفه الثانيه ان شاء الله. صافي غنخليوها نديروها فوق البوطه ونخليوها طيب مزيان، وغنشدو من الريوت. انا عندي القياس ديال اللي غندير لشعري، وانتم على حساب شعركم. انا راه الماء سخون، راه برد شويه، غندير على النص وغنطحن. انا درت على النص وغنطحن، وكما كنقول ديما انسان على حساب الخليط اللي عنده. نجيب الماكينه ونطحن هذا الخليط. صافي بارك على الخليط ديالي، درت نص كاس ديال الماء بركه، ولا خاصني راه غنزيد، عينكم ميزانكم. راه واخا حنا عا كنقدروا تنقولوا القياس، ولكن كل وحده وعلى حساب يديها وعلى حساب داكشي اللي عندها. ها هو هذا راه بزاف عليا، انا غنديرو راسي حيت بدلت شامبوان ونوضوا ليا شي حبيبات صغار. ما عرفتش واش ملي تنبدلو شامبوان كيعطينا هكا ولا لا. انا بعدا الشامبوان اللي جبت الاخر ما وافقنيش بصفه عامه، وقلت نعالجو هكايا ونشوف ونتمناو خير. انا قلت نشارك معكم الوصفه هي هذه. بالنسبه للمريوت والماء سخون، وإلا برد دفيوه، ديروه في شي كاسرونه ودفيوه وديروه سخون، ما ديروهش بارد. صافي هذه هي الوصفه الثانيه. وبالنسبه للزيت راه هو طاب. ها هي الوصفه الثانيه.
هذه الوصفه اللي غطيح لينا الزغبه وما غيبقاش الشعر حرش. ونتبعوها بالنسبه لهاد الزيت هذا، واخا ديروه يوميا ماشي مشكل. اي وقت عمتو وبغيتو ديروه ما فيه لا ريحه لا والو. راه كتعرفوا زيت العود الا سخنتوه راه ما كتبقى فيه حتى شي حاجه. وبالنسبه لهاد الوصفه دي غتخليوها بيتاليله كامله تيطلق الزيت مع جده البنان، وتخليوه يرتاح مزيان حتى الغد ليه عاد صفيو. انا مسبه غنغطيه وغنخليه، ما غنصفيهش دابا حتى الغدا ان شاء الله. غنخليه وغدا غنصفيه وغنديروه فشي قريعه، ومره نعمرو شعر كامل ومشطو. ونوصيكم كاين بعض شي وحدين اللي كيعوموا ومن الحمام حتى للحمام، هذاك هو الغلط اللي كيدير الانسان تماك فين كيطيح الشعر. يعني خاص تعوموا وتجيو ديروا الزيوت، ديروا اي حاجه اللي هي غتسرح لكم الشعر وتمشطوه. ديما تمشطوه نهار يومين في الصباح في الليل. ملي كتمشطوه البوصيل ديال شعركم بعدا كيتحل، ما كيبقاش المسام مسدودين باش كيطلع شعر. وملي كنخليوه من الحمام حتى الحمام كونوا على يقين ملي كتمشيو للحمام راه كتهبطوا الشعر كامل لحيت ما كتمشطش من الحمام حتى للحمام. وانا اغلبيه ديال الناس ربات البويت كنشوفهم دايرين هاد القضيه بزاف. انا نصيحه مني بداو تمشطوا شعركم، واخا كيضركم واخا حنا كبرنا والراس وهذا، ولكن ملي كديري ليه الزيوت راه المشطه كتهبط ساهله بالنسبه لشعرها ناشف. ملي مزيت راه شعرها كتمشطو عادي وكتمشط ليها. هي راه كنهلكو على شعرنا وكنخرجوا على شعرنا. وما نقولش لكم الاخوات اللي حنت بالنسبه لهذا الشيء اللي نشوفو اغلبيه الشعر ما بقاش صحي لاي وحده كما بغات تكون نوعها، اللي كتهلا في شعرها اللي كتبان لك زغبتها وشعرها مزيان، واللي ما كتهلاش راهي مغطيه بالزيف من الحمام حتى الحمام ولا من العومه حتى العومه، ولا كل وحده وعلى حساب شغلها. انا عندك نوصل لكم الفكره اللي حنت الشعر راه تهلك. ديما نجي من الحمام ندير ليه الزيت نمشطو عادي، واخا كديروا الزيت واخا كديروا الدره ماشي مشكل. الانسان يمشط شعره ما يخليش من الحمام حتى الحمام وهو فازق ما تينشف ما والو. وزيدون ملي كتمشيو للحمام وتتجيو سخان ومني كبرد لكم راسكم ديك البروده كترجع للراس. هذه خذوها مني كبرد الراس ما كتنشفوا، ما تديروا ليه ما كتنشفوا بشي شوار بلا والو راه كياكل العصا. ايوا هادشي اللي كاين. لا اله الا الله، انا كنبغي نوصل على الفكره ونتمنوا خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. والى اللقاء.